مساء الخير، ازيكم؟ النهارده هعمل معاكم حاجه كده حلوه، طعمها تحفه جدا. بجد خطيره، زي ما انتم شايفين شكلها قوامها متماسك جدا. دي بتتعمل بالكريم الكراميل وبالكيكه. انا هعملها بمكونات بسيطه جدا، من غير ما اعمل كيك ولا الكريم الكراميل اللي هو بيتعمل عموله في البيت، لا. كل المكونات اللي انا هستخدمها مكونات جاهزه للناس اللي هي بتحب تعمل حاجه حلوه في السريع وما تاخدش منها مجهود. اول مكون زي ما انتم شايفين، جبت علبه كريم كراميل اللي هو الدريم، النوع اللي هو الجاهز. زي ما شايفين جواها صوص الكراميل والبودره بتاعه الكريمه. اول حاجه هعملها، هجيب الصينيه او القالب اللي هتستخدميه وهتنزلي فيه بالكيسين بتوع صوص الكراميل اللي هما بيبقى جوه العلبه. هنزل بالكيسين كلهم. بعد كده هتوزعيهم كويس في الصينيه زي ما انتم شايفين كده اهو. تملي بيه الصينيه من تحت كلها بحيث توزعيه توزيع صح يعني. بعد كده بقى هعمل الكريمة بتاعة الكراميل بطريقة برضو سريعة وبسيطة جدا. هنستخدم أول حاجة 3 كوبايات من اللبن. المفروض ان الكيسين دول يستخدموا معاهم 4 كوبايات لبن، انا بقى هستخدم 3 علشان يطلع قوامه تقيل ومتماسك معاكي وتعرفي تقطعيه بسهولة. زي ما انتوا شايفين حطيت الكيسين هم اللي كانوا جوه العلبة على ال3 كوبايات لبن. هتقلبيهم بقى تقليب كويس كده لحد ما يدوبوا معاكي وترفعيهم على النار. بعد ما ترفعيهم على النار بقى، اهم حاجة في الوصفة دي ان انت وهم على النار تفضلي تقلبي فيهم باستمرار. ما توقفيش تقليب علشان خاطر ايه؟ ما يشيطش منك من تحت ويتحرق، لان هو بيتحرق بسرعة. اول ما يبتدي يغلي ويفور معاكي بنفس الشكل تقومي طافية النار على طول. ما تسيبوش يغلي زي ما قلت لك علشان ما يشيطش منك كتير، هما 3 دقايق بالكتير. اول ما يغلي تقلبه وتطفي النار وتسيبيه يهدى. مجرد ما يهدى تقومي نازله فيه في القالب اللي احنا عملنا فيه صوص الكراميل، وتحطي كل الكميه بتاعتك وتقومي حطاه في التلاجة على طول لحد ما يبقى قوامه متماسك ويبقى ماسك نفسه حلو. هنجيب بقى زي ما انتم شايفين بواكي البسكوت اللي هو بالكاكاو. انا جبت 4 بواكي من نفس الشكل ده. هستخدمهم. هتجيبي بقى الكبة هتطحنيهم كلهم. اهم حاجة يكون بسكوت بالكاكاو علشان خاطر يبقى شكله تحفة كده مع الكريم كراميل. هتطحني بقى ال4 بواكي زي ما قلتلك في المطحنة زي ما انتم شايفين كده اهو لحد ما يبقى ناعم معاكي. هتجهزي بقى تجيبي بولة صغيرة او اي طبق عندك، هتحطي فيه معلقتين كبار من الشوكولاتة عندك في البيت، اي نوع شوكولاتة انتوا بتحبوا تستخدموه. وهتنزلي على الشوكولاتة دي بنص كوباية من الزبدة. هتدوبي الشوكولاتة مع الزبدة. هتفضلي تقلبي كده بقى الزبدة تكون دافية، يعني مسيحاها وتكون دافية. لما تنزلي بيها بقى على الشوكولاتة مع التقليب هيبقى قوامها زي ما انتوا شايفين، الشوكولاتة هتدوب مع الزبدة، يبقى ريحتها كمان خطيرة جدا. وهيبقى عندك صوص شوكولاتة تستخدميه بمكونات سهلة وبطريقة بسيطة جدا. هتحطي بقى الصوص الشوكولاتة اللي احنا عملناه ده على البسكوت اللي احنا طحنينه. هتنزلي بكل الكمية زي ما قلت لك، معلقتين كبار وعليهم نص كوبايه من الزبده، تكون سخنه او دافيه بحيث الشوكولاته تسيح. هنقلب بقى الخليط ده كله مع بعض، وانتوا بتقلبي بقى هتكوني مجهزه نص كوبايه من اللبن او ربع كوبايه على حسب. هتنزلي بيها شويه شويه على الخليط البسكوت اللي احنا عملناه ده. مش هننزل بكل كميه اللبن مره واحده، لا، هنزود سنه سنه لحد ما يديكي قوام كده زي ما انتوا شايفين كده اهو. حلو جدا، تعرفي تقلبيه وتعرفي يبقى طري معاكي، ما يبقاش كده ناشف حركته تقيلة، ولا يبقى زي الكريمة. لا، احنا عايزينه متماسك وحلو وطري. ده الكريم كراميل بعد ما طلع من التلاجة زي ما انتوا شفتوا كده ومتماسك جدا وحلو بقى وتلج معانا. هنقوم نازلين عليه بالخليط بتاع البسكوت. تفرديه بقى بنفس الطريقة على الكريم كراميل من فوق، وزي ما قلت لك لما هيبقى طري معاكي هتعرفي تفرديه بكل سهولة. انا كده فردته على الكريم كراميل، والكريم كراميل طبعا متماسك وماسك نفسه حلو قوي، فاتفرد بسهولة ومش هيتلخبط معاكي ولا اي حاجة. هتغطيه بكيس استرتش زي ما انت شايفة كده اهو، وتحطيه بقى في التلاجة تاني او في الفريزر قيمة نص ساعة بالظبط، او في التلاجة لحد ما ايه يبقى ماسك نفسه عشان تعرفي تقطعيه. لو لقيتي نفسك عارفة تقطعيه بسهولة تطلعيه على طول. زي ما انتم شايفين انا طلعته بقى من التلاجة وبقيت خبطت عليه كده خبطتين علشان ينزل معاكم، وادي نزل اهو بكل حلاوة وجمال وشكله خطير جدا. متماسكة وهتقطعوها برضو بسهولة خالص زي ما انتم شايفين. التقطيعة حلوة كمان جدا، و مش مفرول معاكم الكريم كراميل. زي ما قلت لكم انا حطيت 3 كوبايات بس عشان ما يبقاش كمان طري ومفرول معاكم. لا، بصوا قطعة حلوة حلوة بجد وماسكة نفسها بجد، طريقة خطيرة وطعمها تحفة. الوصفة دي اسمها قدرة قادر، بس انا عملتها زي ما قلت لكم بطريقة مختلفة وبسيطة جدا للناس اللي هي زي ما قلت لكم عايزة تعمل حاجة حلوة في السريع وما تاخدش منها مجهود.
جربوها هتعجبكم جدا بجد، وطعمها خطير وتقطيعاتها حلوة وشكلها كمان تحفة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. انا اسمي منى وقناتي اسمها هناكل اونلاين.